وبعدين لغات الحب مختلفة صحيح. ولغات التقدير مختلفة. تمام. فأنا ما يبقاش واحد بيحب يشوف الست حلوة ويحب ياخد كلام حلو واروح اعمله مكرونة حلو. هو ما عندوش مشكلة ياكل من بره، يجيب اكله وهو جاي، بس يلاقي واحدة هل اتكلم وهي بيفتح اتكلمت؟ مع ايه؟ يعني لازم يتكلموا طبعا، ما هي دي قلناها، الاونست كوميونيكيشن. يا جماعه والله يعني انا بنبهر انه دايما بيقولوا بقول لها طب ما تقولي له قولي له الجمله كده، قوليها له. واحد مستني انا عايزه كذا هو كذا. عامل زي الصخره، مستني كلمه حلوه تهون عليه. وواحده مثلا عندها زي ما انت بتقولي دايما جرح اب والكلام ده كله، مستنيه احتواء منه زي احتواء الاب. تمام. هو انت فاهم ان عندها المشكله دي، ما تدوس عليها. تمام. كلمها بحنيه، هو مشكله ان احنا خلينا نكون صادقين. في واحده مش مستنيه ورد، مش مستنيه ذهب، مستنيه يخش عليها بشوكولاته بيحبها. تمام. لو دخل هو بيحبها هو ولا بتحبها هي؟ لا بتحبها هي، يعني هي خانه التعبير. ايوه لا، ما هو في الاغلب بيجيب اللي بيحبها وبياكلها. فخليها دخل لها بحاجه هي بتحبها وحاجه دي بسيطه. تمام. وواحد تاني ما يعرفش يعمل الكلام ده ويروح لها بذهب. احنا ساعات بنبص للحاجه في جزئين، المجهود اللي اتبذل، تمام، فنقدر منه. يعني واحده عارفه ان واحد عنده سكرتاريه وعنده ناس تجيب له، واسهل حاجه انه يروح يشتري حاجه. دي من الحاجات المستفزه جدا للستات، اللي هو ايه، ما تقومي تجيب لنفسك ميه، ما تقوم تجيب لنفسك لا انا بتكلم في حاجه تانية. فيقوم رايح جايب لها مثلا هديه وهي عارفه ان ما كانش فيه اي تعب ولا تفكير فيها ولا اي حاجه، فهي من النوع اللي فارق معاها المجهود. يعني هي مثلا بتروح تعمل هدايا هاند ميد اللي هي البيرسونال فهي فارق معاها جزء البيرسوناليزيشن. انا مره كنت بحكي لواحده صديقتي كده، كانت بتقول لي يا رضوى يعني انت تقدري بسهوله تروحي تجيبي لنفسك حاجات وكذا، يعني ليه انت بتحبي الهدايا؟ قلت لها انا فكره ان انسان راح ودور واشترى، لدرجه ان انا حتى بنزلها في ريلز، يعني لما بيجي لي مثلا هديه من متابعات وكذا، من فرحتي فيها بشاركها، فبيتعجبوا يعني اكيد رضوى بتجيلك هدايا وبتجيلك حاجات من ماركات. بقول لهم انا الهدايا اللي من بشر عندي اعلى 100 مره من هدايا ماركات مثلا عالميه وكذا، فيها روح، في انسان حب عمل وراح كده نزل اشترى مثلا، ده معنى انسان